حبايبي عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم. النهارده ان شاء الله حبيت اعمل معاكم بقى ايه، اكله كده من اكلات الزمن الجميل. هنعمل مع بعض العجه المصريه. طبعا كلنا عارفين ان العجه المصريه بتتميز بانها فيها قيمه غذائيه عاليه، يعني وجبه غذائيه متكامله فيها تحتوي على النشويات وعلى البروتين وعلى ايه طبعا الفيتامينات. تمام. فطبعا اخترت كده ان انا اعمل الاكل المهدور حقه دون. احنا يعني كنا ناسين الاكله الجميله دي ومش بنعملها كتير، فقررت ان احنا ايه نعملها معاكم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله العجه تحفه جدا. ما شاء الله. يعني طبعا كلنا عارفين ان العجه بتتميز انها لازم ليها ماده رافعه، ان احنا بنضيف البيكنج باودر او البيكنج صودا. يعني في ناس بتعملها بالبيكنج صودا وفي ناس بتعملها بالبيكنج باودر. انا طول عمري بصراحه حسب طريقه والدتي كنت بعملها بالبيكنج صودا. فطبعا قررت ان انا اجمع ما بين الاتنين واضيف معلقه صغيره هرميه من البيكنج باودر وربع معلقه من البيكنج صودا. معانا بقى المقادير: معانا 3 بيضات، معلقه بيكنج باودر مع ربع معلقه بيكنج صودا، وشويه من الخضار، وكوبايه دقيق كبيره. ومعانا طبعا التوابل اللي هي بتحتوي على فلفل اسمر، كمون، كزبره، ملح، حبه من القرفه. طبعا زي ما انتم شايفين الخضار معانا يعني عباره عن بصل برضو، وطبعا فلفل وكزبره على بقدونس وجزر. بحب اضيف الجزر زي ما قلت لكم. طبعا انا هنا طبعا نزلت طبعا بشويه زيت حلوين كده، وطبعا نزلنا بالبصل بتاعنا دبلناه. هنشوف مع بعض. وطبعا اول طبعا ما هي يدينا طبعا ايه لون بسيط كده يعني او يتدبل معانا، هننزل طبعا بالجزر. تمام. والله عايزه اقول لكم يعني الغلاء ده خلانا نفتكر الاكلات الجميله دي ونرجعها تاني ونعملها. طبعا كل ام مننا بقى كان ابسط حاجه بقى او ارخص اكله ممكن تعملها في الرخص انها تعمل بانيه ومكرونه. طبعا البانيه والمكرونه دلوقتي يعني لما بنعملهم بقى واو، بقى احنا عاملين بانيه ومكرونه يعني. فربنا يعني يرحمنا من الغلاء والله. بس فعلا الغلاء علمنا الادب، يعني خلانا ايه نشوف بقى الاكلات الحلوه دي ونرجع لها تاني، زي البصاره والعجه والعدس والاكلات الجميله اللي كنا بنعملها كل شهر مره ولا كل سنه مره. طبعا بنعملها مرتين 3 في الاسبوع يعني. طبعا زي ما انتم شايفين انا نزلت طبعا بالفلفل بعد الجزر، نزلت بالفلفل. تمام. وعلى فكره انا بحب اضافه الجزر على العجه برضو. وطبعا اخر حاجه بقى هنزل بيها اللي تقريبا الطماطم. تمام. زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا انا هنا بقى معايا المقادير. انا بعتذر على الاضاءه يعني معرفش الكشاف حصل فيه ايه ولا ايه اللي حصل، بس ناخد بالنا برضو من المقادير. طبعا انا اول حاجه هنزل بيها البيض. تمام. وهننزل بقى طبعا معايا 3 بيضات. هننزل بمجموعه التوابل انا قلت لكم عليها وهنقلب كويس جدا. تمام. ممكن انتوا بقى هنا تضاعفوا الكميه. انا عامله طاجن صغير عشان احنا فردين بس، يعني ربنا يخلي ولادنا المسافرين، فاحنا انا وعمر فردين بس، عامله طاجن صغير. انتوا تقدروا تضاعفوا الكميه. هتضيفوا طبعا كوبايه دقيق تاني لو ضاعفتوا الكميه، وهتضيفوا اسمها ايه 3 بيضات كمان. تمام. انا كده ضفت طبعا بيكنج صودا اللي هي المعلقه ربع معلقه صغيره بيكنج صودا، وضفت معلقه صغيره هرميه بيكنج باودر. تمام. وابتديت طبعا انزل بالدقيق زي ما انتم شايفين كده تدريجيا. حسيت الخليط تقيل معايا شويه، ضفت ربع كوبايه من الميه، او هضيف لسه مش شايفه حاجه من الاضاءه بصراحه يعني. ربنا يكون في عونكم بقى. المهم يعني ما علينا ابتدينا نقلب الخليط كله مع بعضه. تمام. وهنبتدي طبعا طبعا زي ما انتم شفتوا انا هنا ضفت ربع كوبايه الميه. طبعا كده ابتدينا نقلب الخليط على بعض، وضفنا طبعا الخضره بتاعتنا اللي هي عباره عن كزبره وبقدونس. وطبعا طبعا الخضار ده زي ما تحبوا بقى، تحبوا تقللوا تحبوا تكتروا. انا بحب اضيف الجزر على العجه، انا بحب احشر الجزر في كل حاجه. فطبعا انا نزلت عملت الجزر مع البصل ومع المكونات زي ما انتوا شفتوا.
وطبعا هننزل بالمكونات بتاعتنا، البصل على الجزر على الفلفل والحاجات اللي احنا عملناها. هنضيفها طبعا على العجة بعد ما بردت، عشان طبعا في بيض. وطبعا هنقلب كويس. وحضرنا طبعا طاجن معانا بدرناه زي ما بنعمل الكيك بتاعنا العادي. طبعا ايه لازم نبدر الطاجن عشان برضو العجة ما تلزقش مننا. وطبعا ضفنا الكمية، وطبعا ولعنا الفرن زي ما بنسوي تسوية الكيك بالظبط، على درجة حرارة عالية ولا برف الأوسط. وسيبناها طبعا تستوي. طلعت معانا جميلة ومرتفعة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. افتكاسة البيكنج باودر مع البيكنج صودا عاملين شغل عالي قوي مع العجة. فمتنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.